في أحد شوارع القاهرة كان سعيد يجلس على الرصيف حافي القدمين، يحمل في يده صندوق تلميع أحذية، عمره لا يتجاوز 10، لكنه يحمل هموم الكبار. ترك المدرسة منذ 2 بعد وفاة والده، ولم تجد أمه عملاً يطعمهم، فخرج للعمل في الشارع، يتنقل من زبون إلى آخر باحثاً عن لقمة تسد الجوع. كل مساء ينظر إلى الأطفال في المدرسة المجاورة، يتمنى لو كان مكانهم، يحمل حقيبة بدلاً من الصندوق. كان يحلم أن يصبح طبيباً يداوي الأطفال الفقراء مثله تماماً، لكن الشارع كان قاسياً لا يعرف الأحلام. في يوم من الأيام جلس بجانبه رجل كبير في السن، لاحظ ذكاءه وسأله عن اسمه وقصته. تحدث سعيد بخجل، لكنه تحدث بصدق. وعده الرجل أن يساعدها، وفعلاً بعد أسبوع عاد ومعه حقيبة مدرسية وملابس جديدة، وقال له: من اليوم أنت طالب مش شحات. سعيد لم يصدق نفسه، دخل المدرسة من جديد وأصر على التفوق. بعد سنوات أصبح من أوائل دفعته. كبر سعيد وحقق حلمه ودخل كلية الطب. لم ينس يوماً الرصيف الذي بدأ منه، ولا ذلك الرجل الطيب. فتح عيادة مجانية للأطفال في الأحياء الفقيرة، وكان يكتب على بابها: لكل طفل كان له حلم على الرصيف، هنا بيتك.